عمرك حسيتي بلي الدنيا مرة كتضحك ليك ومرة كتبكيك؟ الله سبحانه قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هاد الآية نزلت مور غزوة أحد. المسلمين قبلها بعام فرحوا بنصر كبير في غزوة بدر، كان أول نصر ليهم، ولكن في أحد جاهم الابتلاء وتعرضوا للجراح، واستشهد عظماء بحال حمزة بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. الناس صدموا وقالوا: كيفاش حنا ننتصر في بدر ومن بعد نتغلبوا في أحد؟ فجاوبهم الله بهذه الآية باش يعلمهم ويعلمنا حنا: الدنيا ما كدومش على حال، اليوم انت الفوق كتضحك، غدا يمكن تنزل وتبكي، واليوم انت لتحت مهموم، غدا الله يطلعك ويفرحك. راه أرزاق وفرح وحزن، الله كيدورها بين الناس كلهم باش يختبر شكون اللي كيشكر في الخير وشكون اللي كيصبر في الشر. كتفرح بالنصر وكيجي من بعده ابتلاء، كتغنى وكيجي من بعده ضيق. إذن إلا كنتي اليوم في القمة تواضع لله وما تتكبرش، وإلا كنتي اليوم في القاع وكتبكي صبر وما تيأسش، حيت الدور ديالك في الفرج جاي في الطريق. دوام الحال من المحال، ولكن رحمة الله ديما كاينة.